أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور الشغل. الحلقة دي اتأخرت كتير، كان المفروض تنزل أول الشهر تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، لكن للظروف اللي كلنا عارفينها اتأخرت، وكان الموضوع نفسه اتغير. ما كانش ينفع وسط هذه الأحداث إن احنا ما نتكلمش عنها. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع حساس، وهو التعامل مع التوتر خلال فترة الحرب وتأثيره على الشغل. ده موضوع صعب وبيأثر على النفسية وعلى صحة العاملين بشكل عام. مهم نأكد في الأول إن التوتر ده حاجة طبيعية ومش عيب، والحرب دي حاجة مش طبيعية وبتخلق ظروف صعبة جدا للناس اللي عايشة فيها أو اللي قريبة منها. مش بس خطر الموت أو الإصابة، لكن كمان نقص الموارد والضغط الأمني والخوف من المستقبل. كل ده بيأثر على مزاج الشخص وبيرفع من مستوى الهرمونات التوتر في جسمه زي الأدرينالين والكورتيزول، ودي هرمونات بتساعد صاحبها إن هو يواجه حالات الخطر. لكن لو استمروا في الجسم لفترة طويلة يسببوا مشاكل صحية زي ارتفاع ضغط الدم والسكر والقلق والاكتئاب. قبل ما نبدأ خلونا نتعرف على مصطلح التوتر بسبب الحرب أو الوور انكزايتي. ده توتر بيجي بسبب الحرب، وهو ردة فعل طبيعية للأخبار والصور المزعجة اللي موجودة عن الصراعات والعنف، وده هيبان علينا في كذا صورة. منهم مثلا الإحساس بالقلق أو الخوف أو الغضب أو الحزن أو التعاسة، قلة الحيلة لما نشوف ونسمع مأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني بتحصل لإخواتنا في فلسطين. ممكن المشاعر دي تشغل عقولنا وقلوبنا طول اليوم، وده غالبا هيأثر على مزاجنا وعلى صحتنا وعلى شغلنا. ممكن تحسوا بضيق في صدوركم أو دقات قلبكم سريعة أو غثيان أو دوخة. ممكن تلاقوا صعوبة في النوم أو التركيز أو التفكير بشكل إيجابي. كمان ممكن نحس بقلق شديد أو اكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، وده بتبقى مشكلة نفسية بتحصل للناس اللي عاشوا تجارب صعبة. ده بيعمل حالة من الخوف والقلق والتوتر، وأحيانا أحلام مزعجة وكوابيس وأرق. ومش شرط تكون عشت تجربة صعبة بنفسك، لكن ممكن يكون تعرضت لها من خلال مشاهدة أحداث العنف عن طريق الأخبار والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. هيتبادر لذهننا سؤال دلوقتي: طب ليه أتأثر بحرب مش بتمسني بشكل مباشر؟ هل إحنا معرضين للخطر؟ هل أنا مسؤول عن اللي بيحصل؟ هل في إيدي حاجة ممكن أعملها لمساعدة الضحايا؟ كل ده بيدور في دماغي. ليه لما بشوف حرب بعيدة عني أنا هتأثر؟ في حاجات كتير قوي بتساعد على التوتر، زي مثلا أن أنا أتعاطف مع المشهد. إحنا كبشر عندنا قدرة قوية على التعاطف مع معاناة الآخرين. يا سيدي ده لو فيلم بتتفرج عليه هتعيط، فما بالك بقى لو كانت ناس حقيقية ممكن يكون فيهم جيرانك أو صحابك. ده بيخلينا نشاركهم في مشاعرهم وأحاسيسهم، نتوجع لما نسمع أو نشوف وجعهم، أو نفرح لما نسمع أو نشوف فرحتهم. دي من أهم الصفات الإنسانية. لكن في حالة التوتر بسبب الحروب القصة دي ممكن تطول معانا شوية وتزيد لدرجة إنها ممكن تعوقنا عن حياتنا، مبقاش قادرين ننزل ولا نشتغل ولا نأدي بالقدرة اللي إحنا عايزينها. في عامل تاني مهم في القصة دي، هو قدرتنا على التخيل، وده بيخلينا نقدر نتصور اللي ممكن يحصل في المستقبل أو في مكان تاني. بالرغم إن التخيل ده حاجة مفيدة جدا بتؤدي للتطور وضرورية عشان نقدر نستمر في الحياة، لكنه ممكن يزود التوتر بسبب الحرب. لو كانت التخيلات دي سلبية أو مخيفة فممكن نخاف إن الحرب دي توصل بلدنا، أو نفقد حد من القريبين لينا أو ممتلكاتنا، أو إننا نصاب بالعجز أو المرض. حاجة كمان بتخلينا نتأثر بشكل قوي هو تطور الإعلام اللي خلانا نقدر نوصل للمعلومة والأخبار من مصادر مختلفة وبشكل أسرع. وحاجة زي السوشيال ميديا مثلا ما بيبقاش فيها رقابة لا على الصور ولا على الفيديوهات، اللي ممكن تكون عنيفة جدا وتسبب للبعض أذى نفسي غير طبيعي. ده غير إن أحيانا بتبقى في أخبار مغلوطة ومتسارعة بتخلينا دايما مشدودين، أو ممكن نشوف آراء أو تعليقات عن الحرب جارحة أو غير إنسانية أو تضايقنا، مش ماشية مع مبادئنا وأخلاقنا. عشان كل اللي فات ده كان لازم نلاقي طرق نخفف من التوتر ده، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسة. على المستوى الفردي في حاجات بسيطة ممكن تساعدنا. أول حاجة ويمكن تستغربوها شوية، إن أنا محتاج أنظم وقتي ما بين الشغل والراحة، محتاج أريح دماغي شوية عشان أقدر أكمل بقية يومي. مش لازم أشتغل طول الوقت، عشان ساعات كتير القلق بسبب الحرب ده هيخليني عايز أهرب، فهروح في الشغل، هروح لحاجة تلهيني، فده هيزود التعب والإجهاد بتاعي. كمان لازم أحافظ على ساعات نوم كافية، ومهم قوي إن أنا أحدد وقت معين للأخبار يكون بعيد عن ميعاد النوم، عشان ما تفضلش أفكار الحرب دي بتمشي في دماغي طول الوقت. تاني حاجة ممكن نعملها إننا نرجع تاني نتواصل مع الناس بشكل اجتماعي حقيقي، يعني نشوف أصحابنا، نشوف أهلنا. ده بيساعد على تخفيف التوتر والشعور بالعزلة والوحدة، يخليني أحس إن أنا مش لوحدي، بيزود من الدعم النفسي والعاطفي.
سواء بقى عن طريق مكالمة، رسالة، زيارة. طبعا لو هتشوفهم هيبقى أفضل. كمان لو حسينا ان احنا عندنا مشكلة نفسية جامدة بسبب الحرب، مش عيب ابدا ان احنا نطلب المساعدة زي متخصص زي دكتور نفساني. ممكن كمان نبدأ نعمل حاجات إيجابية. الحاجات الإيجابية دي هترفع من روحنا المعنوية جدا، زي ان احنا مثلا ننزل نتبرع بالدم او بالفلوس، او حتى نعمل مساهمة في تجهيز المساعدات. مهم كمان ناخد بالنا من نفسنا عن طريق ممارسة الرياضة، لأنها بتقلل الهرمونات بتاعة التوتر وبتزود هرمونات الانبساط زي الاندورفين. مش لازم تكون تمارين شديدة قوي، يعني ممكن نكون بتمشى حوالين البيت أو بعمل ستريتشنج اللي هي تمارينات الإطالة. مهم كمان التغذية الصحية، يعني مثلا لازم نحافظ على كمية المياه اللي بناخدها، وناكل خضروات وفواكه، ونقلل من السكريات والدهون. مهم جدا أقلل من المنبهات اللي هي زي القهوة والشاي والسجاير، لأن دول هيزودوا من القلق بتاعي. ده على مستوى الفرد. امال على مستوى المؤسسة هنعمل ايه؟ اول حاجة انك توفر للعاملين اللي عندك احساس بالامان على شغلهم، وبالتالي على عائلتهم، وبالتالي على حياتهم، لانهم هيكونوا قلقانين من تبعات الحرب على سوق العمل، وبالتالي على شغلهم ومصدر رزقهم في الايام الصعبة دي، ويكون في شفافية كافية انها تطمنهم. ممكن كمان الشغل يوفر مجموعات دعم تتكلم وتساعد الموظفين اللي عندهم قلق شديد، يحس فيها الموظف انه مش لوحده اللي بيعاني الفترة دي. ممكن يكون في تدريب ومحاضرات عن إدارة التوتر وإزاي نتعامل معاه. ممكن نوفر مرونة أكتر في الشغل، زي العمل من البيت مثلا، أو تعديل الجداول تبقى مرنة عشان أقدر أظبط أوقاتي زي ما أنا عايز. ممكن المؤسسة نفسها تنظم يوم للتبرع بالدم أو بالفلوس، أو حتى تجهيز المساعدات. ده كده كان ملخص بسيط عن موضوع التوتر في ظروف الحرب. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، وما تنسوش تشاركوا بودكاست دكتور الشغل مع أصحابكم وزمايلكم، وتتابعونا على تويتر وفيسبوك. هتلاقوا اللينكات موجودة في الديسكريبشن. وشكرا لكم كتير.